اللي مؤمنين ان اللي حصل في مصر دوت انقلاب، وان الانقلاب في اي تجربة انسانية مرادف للفقر وللجهل وللفساد وللقمع ومصادرة حقوق الرأي. الفيديو دوت من رابعة فورم رسالة لكل المصريين، خاصة المصريين اللي بره مصر، اللي حاسين ان في دور وفي واجب وفي حق المصر عليهم لازم يقدموه ولازم يعملوه ولازم يتحركوا عشانه، وعارفين ان لازم يضحوا عشان خاطر مصر. رابعة فورم من خلال الفيديو دوت بتوصل رسالة لكل المصريين، خاصة المصريين اللي بره مصر اللي عايزين يتحولوا إلى رقم فاعل في معادلة إسقاط الانقلاب اللي موجود في مصر. رابعة فورم بتوجه رسالة من خلال الفيديو دوت لكل واحد عايز يبقى وحدة ثورية، حتى لو هو عايش بره مصر، يتشارك مع اخواته اللي في مصر اللي عمالين بيحاربوا ليل نهار الانقلاب اللي موجود بكل الوسائل السلمية. ولو رجعنا ورا شوية وبصينا على اللي حصل من وقت الانقلاب لحد النهاردة، هنلاقي ان تفاعلنا كان اكتر من رائع. المصريين اللي في الخارج اشتغلنا وتظاهرنا وطلعنا في مسيرات بالعربيات ومسيرات تانية ثابتة ومتحركة ووقفات صامتة، عملنا كل حاجة نقدر بيها ان احنا نعبر عن رأينا ونوصل للعالم كله رسالة ان احنا ضد الانقلاب وان احنا مش هنسكت على الانقلاب. المرحلة ديت بقالها 4 شهور أبدينا فيها رأينا وأثبتنا فيها موقف أمام العالم كله إن إحنا ضد الانقلاب. دلوقتي لازم نتحرك للمرحلة الجديدة. المرحلة اللي هنبدأ فيها هي مرحلة حصار الانقلاب. هنحصل الانقلاب فرديا عن طريق العمل الفردي، وهنحصله كمان جماعيا. هنبدأ المرحلة ديت ونتحرك فيها بقوة ونطور من وسائلنا وأساليبنا اللي بنستخدمها عشان ندخل في المرحلة اللي بعديها اللي هي مرحلة إفشال وإسقاط الانقلاب. الكلام ده كله بالتوازي مع الشغل اللي بيعمله الأحرار اللي شغالين في مصر بقوة ليل ونهار عشان يسقطوا الانقلاب. المرحلة التانية اللي بنتكلم عليها اللي هي حصار الانقلاب، هي المرحلة اللي لازم نبدأ فيها ونشتغل فيها، وهنبدأ بالشغل الفردي منها. الشغل الفردي اللي يقدر أي مصري عايش بره مصر يقوم بيه ويشتغل عليه وينشره ويشارك فيه بقوة ويسري الأفكار اللي موجودة عندنا. هنبدأ بالمحور الأولاني في حصار الانقلاب وهو المحور السياسي. وفي المحور السياسي عايزين نعمل حاجتين. الحاجة الأولى إن لازم نأكد إن إحنا هنقاطع كل الفعاليات السياسية، يعني في استفتاء على الدستور هنقاطعه، أي عملية سياسية هيقوم بيها الانقلاب لازم نقاطعها، لأن مجرد مشاركتنا هو اعتراف مننا بالنظام الانقلابي اللي موجود في مصر. رقم 2 ان احنا لازم نقاطع السفارات، مش الجانب الخدمي، لا الجانب السياسي والاعلامي، وده مهم جدا لان السفارات في الفترة اللي جاية هتحاول انها تجمع الناس، ومش شرط انها تجمعك على حاجة سياسية، هتجمع الناس تحت عناوين حب مصر او وحدة وطنية. فلازم تنتبه كويس ان مشاركتك في اي حاجة هيبقى دعم للانقلاب. المحور الثاني اللي هنشتغل عليه في حصار الانقلاب ان احنا لازم اول حاجة نحذف كل قنوات الفلول اللي موجودة عندنا، بنعلي نسب المشاهدة. ورقم 2 وده الأهم، إن إحنا بنأثر وبنتأثر بالحاجات دي. تخيل إيه تأثير قنوات فلول على أولادك الصغيرين وإيه تأثيرها على نفسك على المدى الطويل. لازم نقاطع القنوات ديت ولازم نحذفها من عندنا، لأن إحنا كده بندعم بشكل غير مباشر انتشار الأفكار الغلط وسرقة إرادة الشعب وسرقة ضمير ووجدان الشعب المصري. رقم 2 في المجال الإعلامي، وده شيء مهم جدا، إن إحنا محتاجين نبدأ نتحرك، مش مجرد نعمل لايك على أي فيديو بيعجبنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك، لا، محتاجين ناخد الفيديو دوت ونبعته لأصحابنا ونبعته الأحزاب لو نعرفها بره، ونبعته لمنظمات وهيئات، نبعته لحكومة، نبعته لوسائل الإعلامية. على قد ما تقدر تفاعل مع الموضوع، ما يبقاش الموضوع بس مجرد لايك أو مجرد حسرة على فيلم معين انت شفته وشفت فيه ظلم بين. ومهم جدا ان الناس اللي عندها خبرات وعندها قدرات فنية تبعت لنا على الايميل بتاعنا وعلى الفيسبوك عشان نقدر نعمل فيديوهات كتيرة تخاطب الناس اللي لسه مش مقتنعة عنه انقلاب، تخاطب السياسيين بره مصر، تخاطب الاعلاميين بره مصر. محتاجين كل فكرة ومحتاجين كل مهارة موجودة عندك عشان نستغلها ونتحرك بيها ونحاصر الانقلاب اكتر. المحور الثالث هو المحور الاقتصادي، وفي المحور دوت عايزين نشتغل بقوة. رقم 1 في دعم أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين،
ولما بنقول أسر شهداء ومعتقلين ومصابين مش قصدنا الفقراء بس، لا والأغنياء بس. إيه المانع إنك تبعت هدية لأسرة شهيد، هدية لأولاده؟ مش متخيل أثر حاجة زي كده أنت هتعملها لو أنت نازل أجازة أو لو بعتها مخصوص. الأمر التاني إن إحنا محتاجين نعمل برنامج للتوأمة نضحي فيه شوية. اللي في الدول الأجنبية 100 أو 200 دولار، واللي في الدول العربية 200 أو 300 ريال. المبلغ دوت ممكن يكفي الأسرة فقيرة ويحيي عندها روح صمود ويخليها تقدر تواصل الكفاح. الموضوع الثالث هو دعم العمل الثوري نفسه اللي بيحصل على الأرض عن طريق مبلغ من المال لحد من أصحابك اللي بيشاركوا بقوة في الحراك الثوري اللي موجود على الأرض في مصر دلوقتي. المبلغ دوت هيتحول إلى فلاير الناس بتشيله، أو هيتحول إلى ساوند سيستم بيتأجر عشان يقدروا يكملوا ويواصلوا الكفاح والمسيرة بتاعتهم. الأمر الأخير إن إحنا محتاجين نوقف التحويلات المادية بالعملة الصعبة من بره مصر لجوه مصر، لأن اللي إحنا بنبعته دلوقتي ما بيروحش للي يستحق الدعم، بيروح لإنقلاب بيبني بيه سجون بمئات الملايين يسجن فيها أصحاب الرأي المخالف ليه. لأن اللي إحنا نبعته بالعملة الصعبة دلوقتي من بره مصر هيتحول إلى صفقات غاز مسيل للدموع ورصاص بيتقتل بيه أبناء الشعب المصري اللي اتقتلوا بالآلاف من وقت مواقع الانقلاب. الأمر الأخير إنه للأسف أموال الشعب المصري بتستخدم لطائفة دون طائفة ولمجموعة دون مجموعة، وبتدعم ضباط جيش وشرطة بضعف المرتب في نفس الوقت اللي الشعب نفسه مش لاقي فيه ياكل. محتاجين نوقف التحويلات ونأكد على الموضوع دوت ونوجد وسائل بديلة لدعم صمود الشعب نفسه على الأرض، من خلال إن احنا نخرج من حسابنا اللي في البنك أو من حساب أهلنا أو من حساب حد من أصحابنا أو من حساب حد معانا موجود بره وليه في حسابه في البنك فلوس، ونخرج الفلوس ديت بدل ما نبعت من بره. المحور الرابع اللي محتاجين نشتغل عليه بقوة هو المحور الحقوقي. وفي المحور الحقوقي محتاجين من حضرتك انك تبعت لنا على الايميل بتاعنا اسماء منظمات حقوق الانسان، اسماء المحامين او مكاتب المحاماة اللي مهتمة بالوضع اللي بيحصل في مصر. مهم جدا انك تبعت لنا، لان هيكون في تواصل ما بيننا وما بينهم لتحريك دعاوى قضائية ضد رموز الانقلاب، وكمان عشان نثبت ونأرخ جرائم الانقلاب اللي عملها سواء في رابعة او في النهضة او قبلها او بعدها. المحور الخامس والمحور الأخير اللي محتاجين نشتغل عليه هو المحور المجتمعي. في المحور المجتمعي محتاجين نحاصر الانقلاب ونحاصر المد اللي هو بيعمله واعتراف الناس بيه أو رضا الناس عنه. محتاجين تتحرك بشكل إيجابي، تلبس تيشيرت الرابعة، تحط على عربيتك صورة الرابعة، تحط في البلكونة بتاعتك صورة الرابعة. محتاجين تعمل ندوة في حزب أو ندوة في جامعة أو تعمل كلمة في مسجد. محتاجين تتحرك بكل قوة بكل الوسائل اللي تقدر عليها عشان تحاصر في المجتمع اللي انت عايش فيه الانقلاب، وتنشر ما بين الناس حقيقته وتوضح للناس أهدافه الحقيقية، وتخلي الناس كلها تتضامن معاك في وقفتك ضد الانقلاب وفي عملك اللي انت بتعمله عشان تسقط هذا الانقلاب. دول المحاور الخمسة اللي هنشتغل عليهم في مرحلة حصار الانقلاب بشكل فردي. محتاجين منك مش مجرد انك تتفاعل معاهم، لا محتاجين منك انك تنشر وتشكل وعي المصريين اللي في الخارج بيهم. كمان محتاجين منك تبعت لنا على الايميل بتاعنا وعلى الفيسبوك، محتاجين تبعت لنا كل الافكار اللي عندك عشان نقدر نطور من وسائلنا في خلال مرحلة حصار الانقلاب والمرحلة اللي بعديها بإذن الله وهي افشال واسقاط الانقلاب بشكل كامل. كمان محتاجين منك تمبلتس لجوابات نقدر نبعتها لسياسيين وإعلاميين ولمنظمات حقوقية عشان نقدر نفيد بيها غيرك من المصريين اللي موجودين حوالين العالم. محتاجين تدخل على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وتعمل لايك وتشاركنا بأفكارك وقصص نجاحك عشان ننشرها ما بين المصريين اللي في الخارج وما بين المصريين حتى اللي جوه مصر عشان تدينا أمل في بكرة. متسلحين باليقين في نصر ربنا، ومتسلحين بثقتنا في شعب مصر اللي عمره ما هيقف عن كفاحه عشان يسقط الانقلاب. هنتحرك وهنكمل مع بعض فرديا وجماعيا. لقائنا الجاي مع الفيديو التاني اللي بنتكلم فيه مع مجموعات العمل اللي بره مصر في ازاي تحاصر الانقلاب عشان نقدر بعد كده نسقطه بإذن الله. وشكرا.